كل سنة الأيام دي بتيجي ويوم عرفة يقرب والناس تبدأ تقول هنصوم، هندعي إن هنقرب من ربنا. بس عمرك سألت نفسك إزاي أطلب من ربنا الرحمة وقلبي مليان خصام؟ يمكن بقالك شهور مكلمتش أمك كويس، أو أبوك زعلان منك، أو أخوك بينك وبينه مشكلة، أو بينك وبينه مشكلة، أو أختك بينك وبينها زعل جامد. وكل واحد مستني التاني يبدأ، وكل يوم بنقول بعد العيد لما أروح، لما هو يكلمني الأول. بس محدش ضامن فينا بس محدش ضامن فينا مين فينا هيلحق العيد أصلا. م- أصعب حاجة إن أهلنا ساعات بيسامحوا بسرعة، بس إحنا اللي بيمنعنا الكبر التكبر بتاعنا. عارف يعني ايه أم تنام زعلانة منك، أو أب نفسه يسمع منك كلمة حلوة وانت فاكر إن الوقت لسه طويل؟ يوم عرفة مش يوم عادي، ده يوم ناس ربنا بيعتقها، وناس بيتغير حالها، وناس دعوتها بتتفتح ليها أبواب السماء. بس يمكن أول باب محتاج تفتحه هو باب بيتكم. اتصل حتى لو مش عارف تقول ايه. قول حقك عليا، سامحني، وحشتيني. صدقني في لحظة واحدة الخصام كله ممكن يذوب، الخصام ده ممكن يروح. العيد مش لبس جديد، العيد ان قلبك يبقى مرتاح، انك تدخل يوم عرفة ومفيش حد من اهلك شايل منك، انك تنام وفي قلبك سلام. قبل ما تستقبل العيد صلح اللي اتكسر، يمكن مكالمة واحدة تكون سبب في رضا ربنا عنك.